السيد الرئيس، أريد أن أعلمكم أننا في هذه البلد في سوريا، أن الحادثة ليس الحادثة، الجريمة النكراء التي تمت البارحة في كنيسة مارلياس هي الأولى في سوريا من بعد طوشة الشام سنة 1860. من سنة 1860 حتى الآن هي المجزرة الأولى التي تحصل، ونحن لا نقبل أن تحصل في أيام الثورة وفي عهدكم الكريم. هذا أمر مديع، ونؤكد أننا نحيا ونعيش كعائلة واحدة في هذا البلد الكريم. وقد تواصل معي البارحة وأول البارحة العديد من البطاركة ورؤساء الكنائس في كل أنحاء العالم، من كل أنحاء العالم تواصلوا معي، وسياسيين ورؤساء حكومات ووزراء ومسلمين من هذه البلد، أننا طيف أساسي مكون في هذا البلد، ونحن باقون ونحن موجودون. تذكروا معي، تم خطف راهبات معلولة، لكننا موجودين وباقين. تم خطف مطراني حلب بولس ويوحنا، وقيل كل ما قيل، لكننا نحن باقين وموجودين. سيادة الرئيس، تكلمتم البارحة هاتفيا مع سيادة الوكيل البطريركي لتنقلوا لنا عزاءكم. لا يكفينا هذا، مشكورين على المكالمة الهاتفية، ولكن الجريمة التي تمت هي أكبر من هيك شوي.